السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير اون جينان. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية. اليوم جيتكم تدبيرة رائعة. هاد التدبيرة حاجة بسيطة ولكنها راح نستعملوا فيها حاجيات موجودة في البيت. راح نقوم بتدوير سروال قديم تاع الجين الى علبة رائعة أو فكرة رائعة جدا جدا. ولكن قبل ما نبداو نتمنى كل واحد دخل عندي القناة أن يشترك فيها ويضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظة تنزيل الفيديو الجديد. أنا راح نحتاجو في هذه التدبيرة تاع اليوم سروال تاع الجين، وكذلك راح نحتاج هذه القطعة تاع القماش تاع هذه المنشفة تاع البوطاجي. راح نثنوها على 2 ونجيب سيدي كما راكم تشوفوا ونقوم برسم الدائره تاع السيدي. هذه راح نطراسيها بالقلم الستيلو هكذا ونلقف بليزي بينك باش نقصوا الدائره التحتانيه وما تحرزناش، نقصوها في نفس المستوى. نحتاج دائرتين من هذه المنشفه تكون جديده. بعدها نقوم بفك هذه الدائرتين. راح نجيب كرتون كما راكم تشوفوا، كذلك راح نقص زوج تاع الدوائر من هذا الكرتون بالحجم تاع السيدي، نطراسيهم بالسيدي كذلك. هادو هما راني قصيت زوج، ونجيب هاد الدوائر تاع المنشفه اللي قطعناهم ونلصقوهم فوق هذا الكرتون كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه بكابوس السيليكون. راح يسقونا مليح هكذا، لازم نلصقهم مليح من جميع الجوانب. ثم نحضر سروال تاع الجين، ندو منه قطعه كما راكم تشوفوا، هذه القطعه في الوسط ونحط عليه السيدي تاعنا كذلك هكذا، ونقوم برسم السيدي تاعنا ونطراسي هذا السيدي فوق السروال هكذا. هذا ومن بعد نقوم باليد تاعي بعيدا عن الدائره اللي قمنا رسمناها، نرسموا دائره عشوائيه بهذا الشكل. ومن بعد نجيب لي زيبينغ نلقف كما خدمنا في المره الاولى، نلقف الكتان تاعنا باش نقصوا دائرتين بنفس الحجم هكذا، ونجيب المقص تاعي ونقص الدائره الثانيه اللي رسمناها غير بيدينا. هادو هما الدائرتين تاع الجين كما راكم تشوفوا. انا راح نجيب السيدي تاعي، نحتاجو هذا السيديات 2 من السيدي، ونقوم بلصقهم مع الجين كما راكم تشوفوا. راح نلصقوهم في الجين تاعنا بهذه الطريقه هكذا في الوسط تاع التيسي تاعنا. ومن بعد نقوم بقص هذاك الجين اللي بقى الحواف، نقصوه كامل شرير صغار هكذا، قطعه صغيره. ومن بعد نلصق هذه القطعه الصغيره بهذه الطريقه، شوفوا باش يخرج لنا الخدمه تاعنا وتقونا والسيدي تاعنا يتغلف غايه. هذه هي الخدمه. انا راح نجيب سلسله كما راكم تشوفوا، وهذه هي. وراح نجيب قطعه تاع قماش طويله شويه على السلسله، تكون كبيره عليها بحاجه تاع 4 سنتيمتر منا الجهتين. راح نطراسي نقطه عند الحديده تاع النهايه تاع السلسله تاعنا هكذا. ومن بعد كذلك راح نطراسيها عند النهايه تاع السلسله، ونقوم نعبروا 2.5 سنتيمتر يعني الطول تاع السلسله تاعنا. هذيك الجراره تاعنا راح نعبروا لها الطول تاعها يعني 2 سنتيمتر، ولازم يكون في نفس المستوى الخطين هذو لازم يكونوا في نفس المستوى. راح ندير كذلك 2.5 2.5 لازم يكونوا في نفس المستوى. شوفوا راه في نفس المستوى، يكونوا في وسط الكتانه هذه او القطعه تاع القماش هذه. نثنوها على 2 هكذا، ومن بعد نرسموا الخط في الوسط كما تشوفوا هكذا. راح نرسم خط في الوسط كيما ثنينا الكتان تاعنا. شوفوا هاد الخاصه الثانيه نرسمو نيشان ديريكت معاها، لازم يكون في وسط 2.5 سنتيمتر، نقسموه على 2 ونرسمو مثلث
راكم تشوفوا فيه هكذا يكون مثلث مستوي الساقين، يكون قصير 1 سنتيمتر فقط. ونبدا انا راح نقطع غير قليل باش ندخل المقص. راح نقطع هذاك المستقيم تاعنا اللي صمناه، ونقطع ثاني هذاك المثلث اللي صمناه بهذا الشكل هكذا. راح نقطع هذا المثلث اللي منا، ايوا من بعد نثني ونلصق بالكابوس سيليكون. بالنسبه للثانيه راح نديرو ثانيه غير صغيره باش الجراره تاعنا والسلسله تاعنا تلصق لنا هكذا. نلصق كذلك، نثني كذلك هذه الجهه اللي منا باش تجي خدمه نقيه وتجي شابه. ونثني كذلك هذوك نقوم بطوي هذوك المثلثات اللي قصيناهم هكذا. نجيب السلسله تاعنا ونحطوها هكذا وندور الكتان. شوفوا كيفاش ثنيناهم ونبدا نلصق فيها، نلصق الجهه منا، نلصق كامل الحواف تاع السلسله تاعنا في الوسط بهذه الطريقه. ومن بعد نثني الكتان هذا، نثنيه في الجهتين حتى لعند السلسله باش نتنو هكذا. هذه القطعه تاع القماش راح تطيح فيها 9 سنتيمتر، كي نثنوها تولي 9 سنتيمتر هكذا. ومن بعد نجيب هذوك الدائرات اللي خدمناهم ونديرو فيهم الكابوس تاع بالكابوس تاع السيليكون. نديرو فتات السيليكون في الديبي ونبدا ندور وندير في السيليكون، ندير في السيليكون حتى نكمل الدائره تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا على الحواف تاع القماش بهذا الشكل. هنا لصقناها. من بعد راح نجيب كما راكم تشوفوا الدائره الثانيه ولصقوها كما لصقنا الدائره الاولى. الان نحتاج قطعه قماش مربعه نقسموها على 2 هكذا، ونبداو بالكابوس تاع السيليكون نلصقوه ونثني ونلصق، نثني ونلصق. ولكن في الاخير اللي ها راح نثنيها من الجهه اللي من هي ومن بعد نلصقوها مع بعض بهذه الطريقه ونثنيها ونلصقها بالكابوس تاع السيليكون هكذا. نلصقوها بالكابوس تاع السيليكون، من بعد نلصقها في الحافه كما راكم تشوفوا. بعد ما لصقنا الجهه اللي من هي هكذا نلصقوها هنا في الوسط، نيشان تكون نيشان في المستوى تاع السلسله تاعنا. لصقوها ثاني، انا خدمت خدوه اخرى كما هي، لصقها من الجهه اللي منا. ومن بعد نجيب قطعه تاع قماش فيها 9 سنتيمتر، هذه هي من الجين تاعنا، هذه هي. وتكون طويله ما يهمش الطول، كنلصقو نقصو تكون طويله على المكان اللي راه باقي لنا. ومن بعد نثني ونلصق بالكابوس تاع السيليكون ونروح نحطوها هنايا كما راكم تشوفوا في هذا المكان، ونلصق في الحافه يعني تاع القماش الوردي. ونبدا نلصق كذلك ونكسلهم مليح باش تجينا خدمه متقونه. نلصقوها على الحافه، نخلو قليل من الجين هكذا ونلصق هكذا بهذه الطريقه ونكملو حتى نوصلو. راح نقص، هذا هو القماش اللي بقى لنا، راح نقصوه ونثني كذلك من الجهه اللي منا، نلصقو الجهه اللي منا ومنا. ونثني هذا الكتان اللي بقى لنا باش تجي خدمه شابه كما راكم تشوفوا في النهايه تاع القماش الوردي. نثنيها هكذا عند هذاك المكان اللي درنا فيها هذيك العين هكذا. ومن بعد نلصقوا هادو، راح نقلع هذيك الحواف تاعنا عفوا، هادو الحواف اللي منهم من لصقناهم. ونبدا نلصق، خاطش هادوك راهم غلاظ خسرنا الخدمه، رانا ملصقينهم بالسيليكون. الثانيه هذيك تغبنا نقلعوها بالمقص. نفس العمليه مع الجهه الاخرى. انا نجيب هذوك الدوائر تاع لي سيدي اللي غلفناهم بالجين ونحطهم ونبدا ندرك وندير في السيليكون على الحواف. لازم تدركوا على الحواف تاعكم، ديروا السيليكون هكذا بهذه الطريقه هكذا. هذه هي الخدمه. انا كملت نفس الطريقه مع الجهه الاخرى وركبت لها سلسله. هذيك السلسله تاع الصاك تاعنا كما راكم تشوفوا، هذا هو الصاك اللي خدمناه وركبنا له ورده صغيره للتزيين فقط. نتوما اي حاجه تقدروا تزينوا بها. تحصلنا على هذا الصاك، شوفوا كيف شباب، حاجه شابه بزاف، تقدري تصنعيه للابنه تاعك ببساطه وحاجه فور. هذا هو الصاك تاعنا، خدمه متقونه. ان شاء الله غير تكون عجبتكم هذا التدبيره تاع اليوم. اللي عجبتها التدبيره تاع اليوم ما تنساش تخلينا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء في تدبيرات جديده مع مطبخ وتدابير ام جينان.